شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا سائل من ليبيا يقول: لقد ظهر منذ فترة تسجيل لكم حفظكم الله تتحدثون فيه عن الدولة الليبية ومجلسها الانتقالي السابق ومؤتمرها الحالي قبل نشوئه، وأصبح أهل البدع والمغرر بهم يتناقلونه بينهم ويوزعونه على عامة المسلمين تحت عنوان الشيخ ربيع يكفر الحكومة الليبية، وعرض على قناتين فضائيتين وهما ليبيا أولا والجزيرة مباشر، مستشهدين به بأن السلفيين وشيخهم يكفرون الحكومة الليبية القائمة. فنود من فضيلتكم حفظكم الله التوجيه والنصيحة للجميع، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالذي أدين الله به وما عليه السلف الصالح بارك الله فيكم من التحذير من التكفير ومن منهج الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم يسفكون دماءهم، ولهم وراث في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، ونحن نحارب هؤلاء التكفيريين بنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وما نصب إلي من أن يكفر الحكومة الليبية أعتقد أن هذا كذب علي، وأنه بلغني أنهم تصرفوا في كلامي هذا ودملجوه دملجه المغرضون وأهل الأهواء لينالوا من ربيع ومن إخوانه السلفيين. ومع هذا فإني أذكر المسلمين جميعا وفي كل زمان ومكان، أذكر الدول العربية والإسلامية بتقوى الله تبارك وتعالى، أدعوهم إلى تقوى الله عز وجل، وأذكرهم بما قال كما قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتذكير، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فنذكر كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما نذكر به المسلمين شعوبا وحكومات أن يلتزموا العقيدة الإسلامية بحذافيرها، في العقيدة، في العبادة، في السياسة، في الأخلاق، في كل مجال من المجالات، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأنا أذكرهم بالله وأدعوهم إلى التزام العقيدة الإسلامية والتزام الإسلام عموما في الأخلاق والسياسة والحكم وفي كل مجال. وأخطر ما يقع فيه كثير من المسلمين المخالفات في العقيدة والمخالفات في الأحكام وفي تطبيق الأنظمة المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير جدا، يجب على الشعوب والحكومات أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى عن هذه الأعمال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتزموا الإسلام عقيدة وعبادة ومنهجا وسياسة وأخلاقا. هذا الذي ندعو إليه ويدعو المسلمين. أما بخصوص الحكم بغير ما أنزل الله، فالله تبارك وتعالى صرح بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
فالحكم بما أنزل الله من أوجب الواجبات ومن أهم الضرورات، والانحراف فيه يفسد حياة المسلمين ويسلط عليهم الأعداء، يسلط عليهم الأعداء، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبعتم العينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فواقع المسلمين الآن هم في هذا الذل، ولا يخرجهم منه إلا العودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسول الله عقيدة وأخلاقا ومنهجا. بقضية التكفير نحن لا نكفر مطلقا من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك، فهذا كافر بإجماع المسلمين. وإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يحترم شريعة الله ويعتبر أنها الحق وأن الحكم لله وحده، ومع هذا يغلب هواه فيحكم غير ما أنزل الله، فهذا لا نكفره، لكن السلف يقول عنده كفر أصغر لا يخرجهم من ملة الإسلام. على كل حال أنا هذا الذي أدين الله به وأسير عليه على منهج السلف، وليس هذا قولي وحدي بل هو قول علماء الإسلام أجمع عليه بناء على نصوص الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، ما نخص لا ليبيا ولا غيرها. وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم لله وحده وأن الحكم بغير ما أنزل الله ظلم وحرام، فإن هذا لا يكفر ولا نكفره، بارك الله فيكم. ولكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود إلى الله عز وجل ويحكم بشريعة الله في عقيدته وفي عبادته، ويفرض ذلك على شعبه. أي حاكم كان في أي بلد كان هذا الذي يجب عليه، وأي حكومة كانت وفي أي بلد كانت هذا الذي يجب عليهم، بارك الله فيكم. وعلى كل حال هذا التفصيل يجب أن يعيه هؤلاء المروجون ضد السلفيين المنهج السلفي، يجب أن يعوه وأن يلتزموه، وهو أن الحاكم المستحل للحكم غير أنزل الله كافر، وأن الحاكم الذي لا يستحل ليس بكافر لكن عنده كفر دون كفر. وعلى كل حال أنا أدعو وأكرر مرة أخرى وأذكر كما أمر الله بالتذكير الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية بالتزام شريعة الله عقيدة وعبادة وأخلاقا ومنهجا وسياسة وحكما، ندعوهم إلى هذا. والقول بغير هذا نفاق ومداهنة ومجاملة، فنحن علينا أن نصدع بالحق واصدع بما تؤمر وارضى المشركين، فنحن نصدع بالحق إن شاء الله بارك. وفي ذلك هذا الصدع وبارك الله فيك هو من باب النصيحة، هذا الصدع بالحق من باب النصيحة للمسلمين، وهو أنفع لهم من المجاملات والتلبيسات والمداهنات والخيانات وما شاكل ذلك. قال رسول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن ننصح المسلمين بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وأحكامهم وما شاكل ذلك، ولا نداهنهم في هذا. وهذا الذي يجب أن يقوله كل مسلم وكل عاقل، ويجب على كل مسلم أن يلتزم هذا المنهج الذي بثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسار عليه السلف الصالح الكرام من الصحابة ومن سار على نهجهم. أسأل الله أن يوفق المسلمين عربا وعجما لأن يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى، وأن يلزموا أنفسهم بذلك ويلزموا شعوبا بذلك. والحكم ما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي السياسة وفي الأخلاق وفي كل شأن. حاكمية الله شاملة لكل هذه الأمور،
إذا قلنا الحكم ما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله في العقيدة، فيجب أن نحكم الله في عقائدنا، نحكم بذلك على أنفسنا وعلى غيرنا، والحكام أن يحكم بذلك على أنفسهم وعلى شعوبهم، وينفذوا شريعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يركنوا إلى الدنيا، ولا يركنوا إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والعياذ بالله. يا أيها الذين تطيعون فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فنحن نحذر المسلمين من طاعة الكفار ومن اتباعهم، لأن الكفار يروجون الفساد في بلاد الإسلام، ومن ذلك الفساد العقائدي والفساد في الحكم بما أنزل الله، ويدعونهم إلى الانحراف والحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم الديمقراطية، وهو إلى آخر الضلالات التي يدعو إليها أعداء الإسلام ليخرج المسلمين من دين الإسلام إلى دينهم الباطل. فنحن نحذر المسلمين جميعا حكاما وشعوبا من طاعة أعداء الله والركون إليهم وطاعتهم واتباعهم في أي مجال من المجالات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح المسلمين ويصحح أحوالهم ويوفقهم للالتزام بالكتاب والسنة في ليبيا وغيرها من البلدان الإسلامية العربية. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم الجميع. سجلت هذه المادة في يوم الاثنين 6/2/1435، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.